المغربيه كل نعم. المرافق موجوده، لاسيرونس وفاكاش، كل المرافق، محطات البنزين اثنين او ثلاثه، يعني نعم. فنادق، في فنادق يعني مستوى عادي، وفي مناطق ايضا مستوى عالي. اذا يعني انت في نعم. الحقيقه امام معبر بكل ما تحمل كلمه معناه. نعم. نعم. نعم، هذا مطاعم نعم. طبعا، هذيك هي اول شيء، لان المطاعم ربما يقال لك المطاعم هذا شيء عادي في كل معبر يجب ان في يكون، كل نعم ولكن ان تضع مركز مساجد بهذه الصرف. الطريقه، نعم. وان تضع يعني فنادق ايضا محترمه، ويعني ان يكون هناك كل المرافق يعني للمال ولتحويل المال وكذا وكذا، فهذا يصبح يعني فعلا معبر. ونفس الشيء من جهه موريتانيا ايضا. نعم جيد. هذا نعم، هذا يبين على بأن هذه المنطقة أصبحت مركز أساسي لجميع لجميع العمليات، يعني أن التزود بالوقود أو مثلا بالنسبة لتحويل الأموال، هذه من بين الأشياء الأساسية التي يجب أن تكون في جميع المعابر. لأن عندما يكون المعبر بالنسبة للسياح أو بالنسبة للمغاربة التجار أو بالنسبة للموريتانيين أو الأفارقة الذين يأتون إلى المغرب، فهذا المركز هو شيء أساسي وبخصوص بأنه في منطقة حدودية، الجغرافيا والمنطقة الحدودية. الجغرافي قبل ما ننساه، نعم. هل تابعت معي لما صورت لكم في اتجاه القويرة؟ تجاه عندما تلك خرجت، الحدود. من البوابة الموريتانية، قلت لكم على اليسار هناك قاعدة مغربية، وهذا هو طريق نعم. القويرة، هذاك هو المدخل صار القويرة، يعني بجنب المعبر. نعم، لقد صورت جزءا منها وقلت بأن الجزء لا يمكن أن تصوره نظرا لأسباب أمنية. نعم. لأسباب أمنية إلى غير ذلك. نعم، لقد رأيتها كما قلت وشفتها، لأن وكذلك هناك قاعدة الحدود، عسكرية. كذلك نعم. الحدود، لي باربيلي ديال الحدود، لو تراساج دي فرونتيير، من جهه القرقره، يعني من جهه المعبر الموريتاني. الحدود هناك تم تقسيمها ووضع لي بيكي ولي باربيلي، يعني واضحين. نعم. نعم، ذلك أصبح كل شيء واضح للعيان هذا، ولكن هي كانت رسالة واضحة إلى كل إنسان يقول بأنه هو معبر عادي لا يوجد فيه، وبأن هناك البوليزاريو وإلى غير ذلك، هناك الأمن والأمان، وليس هناك شيء من الأفكار التي تدور في مخيلة بعض الأشخاص أو الأفكار التي تم غسل دماغهم بها. هذه أشياء التي يجب على الإنسان. سيد أحمد. نعم، انا قلت نعم، يعني هذه الأفكار التي كانت أصبحت في مخيلتهم، لأن العلاقة الآن أصبحت ما بين المغرب وموريتانيا هي علاقة وطيدة. الآن أصبحت، كانت هي علاقة وطيدة تاريخيا من ناحية التاريخ ومن ناحية الجغرافية، وهي علاقة وطيدة الآن أصبحت وطيدة اقتصاديا، لأن التعاملات الاقتصادية الآن ما بين المغرب وموريتانيا هي الآن قفزت إلى أعلى مستوياتها، لأن هناك علاقات أو صفقات تجارية ما بين التجار الموريتانيين والمغرب، وهناك علاقات أمنية، يعني اتفاقيات أمنية بين الدولتان، وهناك إضافة إلى استثمارات على مستوى الشركات المغربية التي توجد على مستوى البنية التحتية في ميدان الصيد البحري. والآن أصبح المغرب يدخل في مجال الفلاحة بالنسبة لموريتانيا، وهذا شيء مهم. يعني هذا يوطد العلاقة ما بين المغرب وموريتانيا، ويزيل تلك الغموض الذي يوجد في مخيلة بعض الجزائريين الذين يقولون بأن المغرب يريد احتلال موريتانيا ولا المغرب كذا إلى غير ذلك من تلك الأفكار السوداوية التي ما زالت عالقة يقول في أذهانهم. جغرافي، نعم. واحد يقول هنا، سيد احمد المامي ام جي يقول كذب ورب الكعبه، يعني ماذا يقصد هذا العاد موريتاني؟ سيد احمد المامي يقول كذب ورب الكعبه. على كل حال، اذا كنت تحلف على ما اقول، فيبدو انك تحلف على كعبه ليست هي التي نعرف. تفضل. في كعبة. نعم. هذا من جهة، ولكن من جهة أخرى هو أن موريتانيا هي الآن في حاجة إلى العملة الصعبة، والعملة الصعبة هي الآن هي أساسها هو التصدير، لأن كلما كانت الصادرات أكثر من الواردات، هنا يكون الدخل القومي للبلد أكثر
أهمية وأكبر قوة، وتكون العملة الصعبة هي تساعده على شراء أشياء أخرى أو لتسديد ديون أو إلى غير ذلك. وهذا هو الأهم بالنسبة لموريتانيا. موريتانيا الآن في الوقت الحالي هي في حاجة إلى حليف، وهؤلاء الحليف أو جار، هذا الجار هو الذي يمكن أن يساندها أو يدعمها أو يدعم بعضهم بعضا من أجل تقوية الاقتصاد الموريتاني، وأن يتقوى الاقتصاد المغربي أيضا من جهة أخرى من الطرف الموريتاني، لأن هذه علاقة تبادل، وهذه هي العلاقة التي أسسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وهي علاقة رابح رابح، ألا تكون دولة خاسرة ودولتنا رابحة، أي أن تكون كلتا الدولة رابحة في هذه المشاريع. ولكن هنا نحن نعلم بأن المغرب هو أول مستثمر في موريتانيا، وهذا يبين قوة الاستثمار وقوة العلاقة الاقتصادية ما بين المغرب. وهي ليست بالسهل أن يكون بأن المغرب هو أول مستثمر وأول مصدر لموريتانيا من ناحية الفلاحة ومجموعة من المنتوجات الأخرى أكثر من أي دولة في إفريقيا. وهذا هو الأساس في هذه العلاقة. وشكرا. أنا روز. تحياتي ليك. مرحبا. هذا مبروك القنصلية الجديدة في الدار البيضاء، كنظن فتحت الأبواب ديالها اليوم. قنصلية موريتانيا. نعم. أبي طالب من فضلك، أبي طالب غلق لي المايك راه ما كيتسمع. طيب أنا شكرا على المعلومة. نحن نعلم أن الدولة وقعت على ذلك، ولكن هذه فرصة أنك نبلغ الناس أن هناك قنصلية موريتانيا متواجدة الآن في الدار البيضاء، وبما أن هناك قنصلية هذا يبين على حجم العلاقات والتبادل وحركة البشر بين موريتانيا والمملكة المغربية. أكبر وحدة أخي أبي طالب، أكبر وحدة في تمثيلية دبلوماسية في العالم، يعني من ناحية الموظفون وسميتو. موظفون نعم، لأنه شوف الدار البيضاء حتى هناك أحياء اليوم يعني أكثر من يعيش فيها الموريتانيين والتجار وكذا، يعني وبالتالي واجب أن نقوم بنوع من، لأن القنصلية هي تأخذ الأعمال القنصلية من السفارة في الرباط حتى يمكن أن تقضي حوائج المواطنين الموريتانيين المتواجدين في المملكة المغربية. إذن هذا نوع من التقدم في العلاقات الثنائية. واصل خليلي وتفضل. انا شفت لايف ديالك سي ابي طالب، صراحه عجبني مزيان، لانه تقريبا نادرا ملي شفت شي واحد يصور، يعني شفت انا ناس صوروا من جهه الكركارات، لكن صوروا من جهه المغرب، لكن ما عمرني شفت شي حد صور من جهه موريتانيا ودار داك العبور. كنت دائما كنسمع ديك المنطقه غير معبده، كيقول لك شي وحدين 5 كيلومتر 4 كيلومتر. انت فاش قطعتي برغون بصح؟ لا هذه ماشي بورغون، لا ابدا. لا الحي الموريتاني المتواجدين فيه بورغون. نعم. اسمح لي قاطعناك هنا روز. لا ماشي مشكل. قلت لك المنطقه هذه الغير المعبده اللي دزتي منها بانت لي قصيره بزاف، حيت كاين اللي كيقول 5 كيلومتر. وهذا شحال نورمال المسافه تقريبا تكون؟ ما طويلش. اي مسافه؟ المسافه بين فاش دخلتي من لما دخل الموريتاني حتى لما دخل المغربي، الطريقه الغير المعبده اللي ما فيهاش القدرون. لا غير واحد 3 هكا 3 كيلومتر هكا. 3 كيلومتر. هي شوف هي كامله 7 إلى 8. المغاربه عبدوها حتى وصلوا لواحد المرحله، وكان وقع ديك الساعات سيتي اون 2017 مشكل، وقفوا تما على كل حال، وبقات واحد 3 كيلومتر. وعلاش ما عبدوهاش؟ علاش؟ واش هذيك دابا في داخل الجانب الموريتاني ولا داخل الجانب المغربي؟ هذيك في الجانب المغربي. الجانب المغربي يعني الجانب الموريتاني معبد. نيمانسلاند ولا تبع المغرب؟ كان في البدايه كان كيتسمى نيمانسلاند. هي كانت منطقه 6 كيلومتر، وكانوا كيدخلوها حتى البوليساريو، ولكن المغرب دابا ضمها. المغرب دابا غادي شفتي هذاك المعبر اللي وريتكم؟ راه صور ملي كتصور الحدود، راه كاين مبنيين، واحد عليه الرايه الموريتاني، واحد احمر حداه. هذاك الاحمر اللي حداه هذاك ديال المغرب، هذاك راه باز ميليتير. يعني ان وريتكم لو باربالي، يعني ان الحدود مرسومه من تما. اذا هذيك المنطقه اللي باقي ما جا فيها القدرون، هذيك منطقه مغربيه الان. مغربيه اوكي. انا شفت ملي جيتي قدام تصويرات الملك ومن بعد قطعتي اللايف. واش البوليس اللي قالوا لك تقطع يعني هذا ولا انت اللي قطعتي؟ العكس، لانه انا مدخل، لان داخل باش نوريجستري. انا نقول لك شيء، اول شيء سبق فيك سي لي جوندارم.
انا يلا وصل قالوا لي تفضل ابي طالب صور كيف بغيتي. وي سمعنا مازال قال لك هضر انت معايا ابي هو طالب، قال عرفني. لك عرفك، قال لك واش انت ابي طالب. قال لي واش انا ابي طالب؟ قلت له نعم. قلت له قال صور. صورت يعني بدون اي مشكل. والوقت الاجراءات شحال باش كتدخل يعني قل لك تقريبا 10 دقائق ربع ساعه. انا كنت بالجهه الاخرى، اه خرجت يعني يعني انتهيت. الجميع ولا الشاحنات هما كيخصهم لا 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 سكانير؟ انا شوف، انا جيت حيت جيت كشخص يعني ما عندي. لو انك تاتي بالسياره تكون اطول لانه غيدوزك في السكانير. سكانير نعم. سكانير عليه تصف وقيله وي كيكون. هناك سكانير كبير. ولكن كل شيء منظم. هناك سكانير الشاحنات التجاريه يحطوهم بوحدهم، سكانير الافراد الشخصيين يسرعوهم، يعني اجراءات كلها ساعه، بالحقيقه ساعه ونصف تخرج. وقع تغيير كبير تما في الكركارات بهذاك الشيء اللي شفنا في الاول، يعني كثير. المسجد والبنك يعني شوف حتى الاجراءات، انا شوف انا مررت من هناك قبل شهرين ونصف، غيروا. حطوا الان فرقوا تماما. اذا كنت انت جاي كشخص يعني شوف الان يمكن تمشي بدون سيارتك، تمشي الى موريتاني تعمل الاجراءات، تجد هناك لتاكسي موريتانيا يوصلوك حتى البوابه المغربيه. البوابه المغربيه تنزل على رجلك. الان داروا ان باساج بيتون، داروا يعني قسموا المكان اللي تمر فيه السيارات. اذا كنت جايب وحدك تدخل من هذا يطبعوا لك بسرعه وتمشي في ممر خاص يعني بالراجلين، وتخرج برا. تخرج برا امامك سوبراتور كليماتيزي، امامك لي تاكسي ديال تيسموهم لي تاكسي ديال محمد السادس هذوك البويض كليماتيزي حتى هما. اوكي. اذا اردت تشوف تمشي من فم الداخله، تمشي من فم العيون، تمشي من فم تلاقادير. كاين اوتيل في الكركارات ولا هو غير معبر؟ طبعا في اوتيلات من جميع الانواع. اذا كنت انسان يمشوا من 100 درهم 50 درهم لليله حتى ل 300 400 500 درهم لليله. جميل جميل. صراحه السي ابي طالب انا عجبني البث ديالك لانه جمعتي لهم الواقع والمواقع، يعني صحيح. هذه. انا ايضا تعجبت يعني بكل امانه، ما كنتش محضر بها، ولكن لما وصلت وشفت هذه الطوابير من جميع الجهات وخاصه من الجهه المغربيه يعني 200 متر، لما تشوف بعين مجرده لا ترى نهايه الطوابير. بدات اسال نفسي حتى انا يعني في يوم واحد عشرات السيارات الشاحنات، نقول سيارات الشاحنات، انا نعرف ان كل شحنه حملتها 30 طن. هذا يعني يا اخوان الكرام هذا يجب يعني ان ننتبه له. هذا ربما غير موجود في افريقيا كامله. والسي ابي طالب الشاحنات، نعم شاحنات من النوع الجديد، ماشي شاحنات الشهداء كما في المعبر الاخر. اللي عجبك في المغاربه ان سياراتهم هاي كواليتي، يعني لي فولفو يعني بكل يعني سبحان الله جداد. المعبر الاخر شي شاحنات من نوع الشهداء يعني ديال الحرب العالميه الثانيه يعني. ايوا هذوك بلا ما بلا ما ندخلوا في التفاصيل صراحه. على كل حال شوف المهم ان هناك شاحنات وهازين، كتلقى وحده صغيره حاطه هي هازه فوق راسها اكثر من اللي كبر منها هي. لا نعم صراحه كان انا عجبني ذاك اللايف، شفت شي معلومات اللي ما كانوش على سميتو. مهمه، شفت هذا هو المعلومات الحقيقيه، لانه اقولها للاخوه يذكروا لهم يقولوا لهم نقطه وغير الشرعيه وكذا وكذا، وهي هو اذا كانت هذه النقطه وهي اكبر نقطه للتبادل التجاري غير شرعيه وكذا وكذا. نعم. الان انا اعرف نتكلم مع واحدين يقول لك هذيك فيها المخدرات يعني. واذا قلت هذا الكلام انت تسيء الى بلدي انا، هو البوابه اللي يعني نحن اصبحنا بوابه للمخدرات والامور الممنوعه وكذا. لا يا اخوي الكرام، من جهه موريتانيا ايضا هناك ما شاء الله لي ديسبوزيتيف، وهناك اكرمكم الله الكلاب الشمامه، وهناك كل شيء، لا يمر شيء الا بالتفتيش. نتمنى اخي ابي طالب فاش تمشي تعاودوا ما يكونش انقطاع في اللايف، لانه انا فاش كان انقطاع في اللايف من بعد بقيت كنتسنى يرجع، وفاش رجع يعني يمكن داز شويه الوقت لقيتك ديجا كنت عند المرافق الاخرى. لانه شوف لما تدخل هناك يعني مكاتب. اولا يجب تدخل مكتب الشرطه تدخل وحدك وتحط الباسبور وبعدين يسجل كذا. ف الفكره ان لا اكون وحدي، الفكره ان يكون معايا شخص
وبالتالي عندما أكون أنا سأقوم بالإجراءات يمسك هو الهاتف نعم صحيح. حتى ما ينقطع اللايف. لا تقول غتكون شي مقارنه شي رحله للمعبر الاخر من اجل المقارنه، ولا انت العدو رقم واحد تما فيه؟ لا يعني شوف أنا شوف أنا صورت المعبرين. صورتي المعبر الاخر؟ نعم صورت معبر موريتاني، صورته من بعيد ومن قريب. لا انا كنهضر على المعبر ايوا على معبر تيندوف زويرات. المقارنه على سبيل المقارنه باش نشوفوا فين كاينين الشاحنات وفين كاين. المهم هو معنا، انا اعطوا فرصه للجزائر، والى دعوني رسميا نجي، الى دعوني رسميا نجي. اما الى جيت وحدي راه غير ما تدخلش ابي طالب، الا دخلتي ما غترجعش. كاين واحد ابي طالب تجلس لا معبركم انتم موريتان. لا شوف، انا الى تم دعوتي رسميا مرحبا، ما تم دعوتي رسميا انا خايف. سي ابي طالب الى مشيتي اسمعني انور، انا سمعت واحد مسؤول كبير قال والله اللي شديته ما نطلقوا، وما بغيتش نشد انا. لا الى مشيتي ما تدخلش، لا تلحق على الكارد كور ديال الرئيس. لا هذاك المسؤول ابي طالب واحد غير دار فيرما وواحد فيها غير خدام في الفيرما مات صايب. الجزائر تفضل، مرحبا بك. تحية عمي تبون، 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 او تحية عمي تبون، 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 تحية عمي تبون. شكون خلى الباب السبيطار محلوله سي ابي طالب؟ مستشفى الامراض العقليه محلول. سدوا الباب راه كيهربوا لكم الحمار. سيدي الله، هادشي الحقيقه غريب. هذا هو كيسبح. انا حتى شفتو طلع عند السي اسمه اسعد الشرعي، شفتو والله العظيم شفتو طلع عنده. ايوا سيدي احمد خذ الكلمه. مرحبا بالاخ المحترم ابي طالب، الحمد لله على سلامتك، وصلت بخير وعلى خير. ورانا مرحبين بك، مرحبا بك وسهلا من هذه المساحه. قطع عنك مسائل كامله واضحه يا ابي طالب. انا المعبر نعرفه، ذيك البليدات كامله نعرفها، ذاك كامل اللي عدلت صحيح. مولي ذيك ترسيم الحدود، مولي اللي نعت ذوك كراري الحجار اللي في الشبكه اللي نعت اللي قارين، ذيك اماره لتنصيب الحدود، اماره واضحه لكل حد. وقطعا هذاك باب افريقي مستفاده منه الناس كامله، ولا هو اكثر كاع من قايته. ويلا البيبان تفتح من كل بليده، يلا تعود خالق تبادل تجاري وتحركات الناس كلها، يشوف كل بلد ويشوف اللي عنده شنو. سيد احمد بيروك تفاعلا معك، انا اطلب رسميا وفي كل مكان، وكنت قد ذكرتها، انه يجب في الحقيقه ان موريتانيا من هذا الملف تخرج منه وتنزع راسها من هذا الارث اللي هو الاعتراف، وتعترف تعرف ماذا تفعل. هو في ملف وعند الامم المتحده، وهناك اقتراحات كما فعلت اسبانيا، كما فعلت بريطانيا، كما فعلت امريكا. فرنسا تقول موريتانيا انها ترى ان هذه المشكله يمكن ان تبقى هكذا، وانها متضرره منها، وبالتالي انها تدعم اقتراح المملكه المغربيه ومجلس الامن، يعني كما يفعلون كاملين، وتطبع من ثم علاقاتها. شوف، نحن نريد منطقه حره نواذب القويرات داخله، ويتم تعبيد الطريق وتفتح الطريق للمغاربه والموريتانيين. اللي بغى يطلع للشمال يطلع، اللي بغى يهبط للجنوب يهبط. قطعا المسائل كامله. هذا ترسيم الحدود، هذا لا من زرده اللي تقول كامل. وقطعا نقولوا نحن عن المشي بالشور يلحق كل شور، المسائل لا ماشيه بالشور. الساعه نقاط ذيك المنطقه اللي كانت مليانه من الشطار وذيك قندهار وشطبت من ذيك الكبات،
وشطبت من ذيك الحديد ومن ذيك الاوساخ اللي كانت مطروحه ثم. هذا هو امتن اعتراف وامتن تشطاب الحدود وامتن علاقات عن ذيك طريق دوليه ويلا تتبعد عن هذيك الكبات اللي كانت مطروحه ثم. لا أخي الكريم، شوف، أنا شخصيا وتحليلي وكما قلت وقبل سنوات أنني متأكد أن الزمن كفيل والواقع كفيل أن يفرض نفسه. لماذا؟ لأن أيضا هناك تاريخ يعيد نفسه. هذه حركة البشر منذ الأزل. وإلا كيف وجد أهل فاس وهم أهل تجار؟ كيف وجدوا في روسو الموريتانية والسين لويس السنغالية؟ كيف وجدوا هناك؟ الأمير مولاي عبد الله زار بعض الأسر المغربية من فاس، زارهم للصيد في كرمسين في موريتانيا، وبنوا له خيام وجاو وقام بالصيد لأنه كان يحب الصيد في منطقة ثماتية موريتانيا اسمها كرمسين سياحية، وأتاهم هناك والزيارة معروفة كذا وكذا. وكان ذلك قبل 1960 قبل الاستقلال. إلى حد الآن هناك أسر من هذا قلت يا ابي طالب، هذا صحيح. هذه علاقات وهذا امتداد عائلي معروف. وكان مازالت كاع الطريق واعره ومازالت الامور كاع لا على البل ومازالت ياسم مسائل ما هي كاع متيسره. كانت العلاقات المتواصله بين المملكه المغربيه وبين افريقيا كامله. الموضوع اللي نتكلموا عنه موضوع هذا المشروع اللي له يعدل عمي تبون اللي كبير اللي له يستفاد منه، لا شك عن اللي يستفاد منه المعبر اللي معبر الزويرات تيندوف. هذا المشروع اللي له يفتح فيه اضرار كبير، هذا مشروع الحليب. وقطع عنه هذا المعبر الجديد الى نفتح هذا المشروع اللي قال تبون عنه اللي تعود الشاحنات يوميا تعبر للحليب والسكر. المهم نستضيف جبال برانس قبل أن نذهب إلى بما أنك تحدثت عن الرئيس تبون. عندي أسئلة مهمة، وخاصة لماذا يتم إثارة موضوع استقلال موريتانيا مع المملكة المغربية؟ هذا يعني أمر خطير، وأنا أعتقد أن الموريتانيين في الحقيقة لن يرضوا بهذا. لماذا يعني هو يثير كما قلت هي رسائل، لماذا يثير الموضوع الآن بين المملكة المغربية وموريتانيا؟ وهذا تاريخ، حتى الإخوة يكون بينهم تاريخ، أخوك شقيقك بينك معها تاريخ. في فترة ربما كنتم لم تتفاهموا، بعد ذلك اصطلحتم، وبعد ذلك موريتانيا والمملكة المغربية الشعبين أخوين مروا بمراحل مختلفة فيها مد وجزر، ولكن لا يمكن أحد أن يفرق بين مصير البلدين وتلاحم البلدين والشعبين خاصة. نعم، ولن تجد الشعبين بهذا التلاحم وبهذا التاريخ في أي منطقة في جانبنا. تفضل جبال برانس. السلام عليكم سي أبي طالب، تحياتي للإخوان المغاربة والموريتانيين. عندي لك سؤال على أساس اسمك. هل جبال برانس هي حدود دولة المرابطين؟ والله لا أعرف. لا تعرف؟ يا جبال البرانس يا جبال الريف، جهة تازة. لا كنت تعرف تازة. لأنني وجدت في مقدمة جبال الريف. لأني وجدت في مذكرات المختار لدى يتحدث عن المرابطين اللي قال الذين حكموا إلى جبال برانس من جهة، فهي متواجدة حدا تازة. طيب هي مقدمة جبال الريف، تبتدئ من تازة. نعم. تحياتي لك سي أبي طالب، وتحياتي للشعب الموريتاني الشقيق. عواشركم مباركة ورمضان كريم. أنا غادي نقدر نقول لك ربما السؤال الموضوع اللي أثاره تبون على موريتانيا باستقلال موريتانيا على المغرب، ربما كان الهدف منه هي خلق بعض النعارات ما بين الشعبين الشقيقين. هذا هو الهدف. أنا لما أظن هو خلق النعارات أو لتذكير الموريتانيين أن كانت حقبة ما إلى غير ذلك يجب عليهم أن لن ينسوها، وأن الجزائر وقفت معهم إلى غير ذلك. ولكن خصو نذكر بجميع الحقب. نعم، هذا رسائل مشفرة
لكن الحمد لله أخي أبي طالب، أنا أظن بأن موريتانيا في الطريق الصحيح، والله العظيم أرى بأن موريتانيا في الطريق الصحيح، وعندها حاكم رشيد. الرئيس الموريتاني رئيس ذكي ورشيد، يتمشى في وسطي معتدل، تيمشي ويخدم في مصلحة موريتانيا أكثر من أي وقت مضى. وأنا تنشوف هناك تحولات كثيرة أخي أبي طالب. نتمنى موريتانيا تمشي على التوجه المغربي، لأن المحور المغربي الموريتاني أرى بأن عنده مستقبل مثمر، مستقبل يبشر بالكثير سواء للمغرب أو للشقيقة موريتانيا. نتمنى موريتانيا يكون مزيدا من القرب، مزيدا من التعاون مع أخ جبال برانس، لأن نعم. الاستفادة مهمة، وهذا هو اللي كان في ذهني، لأن المرابطون حكموا إلى الأندلس، وبالتالي حدودهم هي في أوروبا، ولذلك جبال برانس هذه التي سألتك عنها، جبال برانس هي سلسلة جبلية تقع جنوب غرب أوروبا في فرنسا. بين فرنسا وإسبانيا، نعم. وتمثل الحدود الطبيعية بينها. نعم. ولذلك أنا قلت لك أن المختار دادا قال أن حكم المرابطين وصل إلى جبال برانس، يعني أنه وصل إلى الحدود الفرنسية، نعم. حتى يعني نكونوا منصفين ونكونوا أيضا نعطي للناس المعلومات. ربما كاين تسمية في المملكة المغربية هكذا. البرانس هي قبيلة أورا، هي أصول قبيلة أورابة، ولكن المشهور الذين بايعوا مولاي إدريس. أخي الكريم، لأن أنا أثار انتباهي الاسم اللي أخذت فعله. الآن لو أخذت اسمك جبال برانس ووضعتها في جوجل سيخرج لي سلسلة الجبال. نعم، هناك سلسلة، هي سلسلة توجد ما بين فرنسا وإسبانيا، تسمى جبال برانس. نعم. وأنت لماذا اخترت هذه التسمية؟ أنا أخذتها من المنطقة التي أنتمي إليها، وهي جبال برانس، مقدمة جبال الريف، ما بين تازا والحسيمة. سبحان الله العظيم. اللهم زدنا هي علما. قبيلة، وهي أول قبائل المغرب، أول قبيلة بايعت مولاي إدريس كان يحكمها عبد الحميد الأورابي. المهم، على أي نرجع. أنا أحب الثقافة شيئا ما، لما نشوف اسم يعني يذكرني بشيء فأحب أن نعم. تحياتي. قلبت عليها. ولكن سألتك هل تعرف لماذا اخترت الاسم؟ أنا كنت أعرف جبال برانس ما هي، ولكن سألته هو لماذا اختار. نعم. اخترتها لأن القبيلة التي أنتمي إليها تسمى البرانس، وهي أحد القبائل الكبرى مدينة تازا، وهي في مقدمة جبال الريف. وهذه القبيلة لماذا اخترتها؟ افتخارا بها، لأن أول قبيلة من بايعت مولاي إدريس، وهي من زوجته كنزة الأورابية البرنوسية، ابنة عبد الحميد الأورابي. على أي كادر كان طالب يطلع، إذا كان يجي يشرح لنا افكتيفمون شوي خطاب أو الرسائل لرئيس الجزائري. أنا بغيت، أنا ربما من الناس أشد المعجبين بالتحليل ديالك المنطقي. أنا لم أراك تنحاز إلى المغرب، ولكن أراك تنحاز إلى المنطق وتحلل الأمور كما هي. لكن للأسف الجزائريين دائما يرونك بأنك وإذا كانت هناك أخي الكريم عقيدة، نعم. إذا كانت هناك عقيدة أنه كل ما هو مغربي بالنسبة لهم مكروه ومنبوذ ويجب محاربته، فالله غالب. أنا حاجة نقدر أشكر. شوف، هذه بالضبط شهرين كنت في المغرب أو أكثر بقليل، وأنا أقول لكم أن الدار البيضاء ما رأيت من الأمس إلى الآن. المغرب بدأ في التحضير لكأس العالم 2030-2025. هناك يبدو أن هناك هدفين، ويا دو زوبجيكتيف، هناك 2025 وهناك 2030. أنا هو كادر يطلع، وغنطلع أيضا إذا كان معنا الأخ نور الدين من الدار البيضاء يشرح لنا
ما وقع في الدار البيضاء، لأنني رأيته بدأ العمل، يعني بدأ العمل كلمة أخيرة باش نفتح المجال للإخوان. جميل. نعم تفضل. أنا أشكرك على الدور القيم الرائع للتقريب ما بين الشعبين المغربي والموريتاني وزرع المحبة والأخوة، وتلعب دور كبير في نشر التواصل ونشر كلمات الخير، وهذا لا يقبله الإخوان الجزائريين لأنهم يبحثون على كل ما يشوه العلاقة المغربية الموريتانية وخلق التباعث ما بينهم. أنا والله العظيم أنا أفتخر بك كموريتاني وأقول لك شكرا لك على هذا الدور الفعال الذي تقوم به نشر المحبة والسلم والسلام ما بين شعبين شقيقين يجمعهما أكثر مما يفرقهما، التاريخ، الدم، المصاهرة، كل شيء. وأتمنى لموريتانيا الشقيقة مزيدا من التقدم والازدهار إن شاء الله، لأن تقدم موريتانيا هي في مصلحتنا نحن كمغاربة. نريد لهذا البلد الشقيق إلا الخير، وكل شعوب المنطقة نريد لها الخير. تحياتي السي أبي طالب. بارك الله فيك. أهلا بك سي كدار، مرحبا بك. غير واحد الجواب بسيط على السؤال ديالك بعجاله باش ننزل. شكرا لك. السلام عليكم. الا ممكن اعطيني غير والله 30 تفضل. ثانيه. تفضل أنا روز، تفضل. السؤال ديالك اللي سولتي على هذه القضيه اللي طرحها تبون ديال الجامعه العربيه ومحاوله يعني انشاء واحد الكيل بين تاريخي بين المغرب وموريتانيا، هو غريب. الغريب الى شفتوه في الاخر كيدعي على من يتسبب اللعنه على من يتسبب في الفتنه، وهذا وهو يعني كيلعن راسه، يعني هو كيتسبب. احترم نفسك، احترم نفسك حبيبي، احترم نفسك باش من بعد الملك يبقى في الثقه. من بعد احترم ما نفسك. هضرتش معاك كيفاش احترم راسك، راه التسجيل راه كاين ديال تبون، عاود سير عاود تفرج فيه. يعني هو كيلعن، كيقصد الامارات انها تحاول يعني إثارة الفتنة هنا وهناك. لعن الله من سميتو، واخا انه هذا ماشي خطاب سياسي صراحة. انا ما نتصورش مثلا بايدن يبدا يقول تبون لعنة الله على تبون دخل على بوتين دخل اوكرانيا، وهذا بغض النظر على هذا الخطاب الشعبوي وهذا. لكن أخي أنا روز بالتفاعل معك بطريقة يعني موضوعية، راه هو بايدن فات قال أن بوتين سيتان بوشي، هو واعتذر عنها بعد ذلك طبعا، لكن قالها. هذا قد يقع في بعض الأحيان عندما يكون، لأنه هو شخص معين، لكن لا بيدعو له بالهداية. أنا أتفق معك أنه على لسان رئيس يقول لعنة الله على كذا، ربما يعني بها رؤساء آخرين أو دول آخرين، فطبعا اللعنة هي من الله سبحانه وتعالى، وهو أعلم بمن. والدعاء بالهداية في رمضان يعني هذه سميتو. لكن نحن كذلك ندعو لتبون بالهداية أنه يبعد من هذه إثارة الفتن بين شعبين شقيقين. تحياتي خي أبي طالب وشكرا لإتاحة الفرصة. صحيح، بارك الله فيك أنا روز. تفضل سي كادر، أهلا وسهلا. السلام عليكم، تحية لك. وعليكم السلام ورحمة ان شاء الله الله تكون وبركاته. خير وعليه خير. الله يحفظك. الحمد لله. شوف الاخ انا من قلت لك توقف باش ما ندخلوش في السب والشتم، ولما تقول لي لا هو قال وانت فسرت، انت قاعد تتفسر ما قال لعنة الله وكأنه يلعن نفسه. انا نقول لك كذلك لما الملك قال اين هي الثروة وكأنه يتكلم على نفسه انه اخذها، ايوه نقول لك لم اقل شيئا، نفس الشيء. نعم. يعني يقول لك نفس الشيء. طيب هذا انساني حال يا نتعدى الموضوع. ابي طالب. نعم. انا انساني حال. شوف باش نولوا للموضوع والعلاقات نعم. المغربيه الموريتانيه، انا نظن القراءه تاعي وان شاء الله تخليني نكمل الكلام تاعي. موريتانيا اللي كانت تعاني اقتصاديا ولم تركع للمغرب، لن تركع الان وهي بكرواسونس ايكونوميك تاع 5 اعلى كرواسونس ايكونوميك في شمال افريقيا على كل حال لحد الان اعلى كرواسونس ايكونوميك. لن تركع وهي الان مكتشفه الغاز. اذا نظن موريتانيا الان فطنت من سباتها والى غير رجعه، يعني وغير رجعه. لهذا نحيي الاخ الرئيس الغزواني لانه يغتنم الفرص. في الساعه انا ما كذبش عليك كنت اسمع فيك بتشاؤم، ماشي انت التدخل تاعك، تاع واحد الاخ مغربي يقول لك السياسات مثلا، يشرح يقول لك السياسات العلاقه الجزائر المغربيه الموريتانيه اقتصاديا ورابح، يعني يتكلم على دولتين سياديتين عندهم مستقلتين، المغرب
وموريتانيا. ولكن شيء يقول لك السياسه التي رسمها جلاله الملك محمد السادس، وكأن الرئيس الموريتاني ما عندهش وجود، ما كانش، وانت تسمع وتشوف، يعني تسمع وتشوف ومخليها هكا تمشى وتسمع وتشوف عادي بدون اي حرج. يعني هذه غريبه، جاتني غريبه انا هذيك بعض الشيء. انا من ناحيه اخرى تحدثت على القنصليه وتحدثت انت، ولو راك متفائل مليح، تفاؤل على كل حال مليح خاصه بها، تقول يجب فتح معابر وفتح شو قلت لهم هذيك انت قلت تاع مبادلات الحره. كيفاش يعقل؟ اعطيني اقتصاد بين بلدين يفتحوا معابر حره وهي تأشيرة مفروضة بين البلدين. يعني انت باش دخلت المغرب حصلت على التأشيرة إذا كنت بالباسبور الموريتاني، انت تطالب للتأشيرة وعطاوك التأشيرة. يعني المغربي باش يدخل الحمد لله داروا لكم قنصلية للتسريع الآن، يعني المغربي يطلب التأشيرة، يعني المغربي يفرض التأشيرة على موريتانيا وموريتانيا ترد عليه بالمثل. وتنتظر انت في فتح معابر وفتح مانيش عارف خيال، على كل حال خيال. إذا نظن أنا الأمور ماشية إلى التأزم. نقول لك تأزم لأن موريتانيا الآن راهي تعرف تحسب، يعني تعرف تحسب. نقول لك تعرف تحسب، يعني كانت تعرف تحسب، ولكن الآن راه في يدها دي كارت اللي تقدر تمارس عليهم ضغوط وعلى جميع الدول، وهي فاعل في المنطقة. على كل حال تصبح فاعل في المنطقة على جميع الدول. وهذاك الأحلام تبقى الأحلام كما قال لك، الأحلام حلم على كل حال. فيما يخص الرئيس ما قالش، ماشي اللي قال موريتانيا، اللي قالها هو الصحفي هو اللي تحدث على موريتانيا، ماشي الرئيس الجزائري. على كل حال الصحفي السؤال تاعو. بارك الله فيك. ممكن اجيبك بسرعه. اولا سابدا بنهايه كلامك. ممكن فقط الرد؟ الله يحفظك. لا استنوا فقط، سأعطي الكلام للإخوة، لكن أنا ممكن وأتحدث عنه. المهم أنا فيما يخص أولا لقاء الرئيس، هذا النوع من اللقاءات يجب أن تفهم أنه يتم تحضيره في الأجهزة، لأنه هدفه هو تمرير بعض الرسائل، وإذا هو ليس لقاء عفوي أو هذا شيء. إذا كله متجهز، كل الرسائل متحضرة. إذا إذا حط السؤال، طبعا الرئيس باش يتكلم على شي حاجة خاص الصحفي يطرحها. يعطيك مثال، نحن في موريتانيا إذا كان الرئيس سيعلن عن إجراء ماذا يفعل؟ يقوم بزيارة المستشفى، وفي عند خروجه من المستشفى يقوم صحفي يقول له سيد الرئيس ماذا تقولون في كذا؟ كله مبرمج. المبرمج لماذا؟ لأن رسالة يريد أن تصل الشعب. هذا فقط بصفة عامة أشرح لك كيف تمر الأمور من ناحية الدولة. أولا التأشيرات لم تكن أبدا عائق. نحن علاقاتنا مع إسبانيا وشراكاتنا مع فرنسا ومع أمريكا وكل هذا نحتاج إلى التأشيرات. هذا من ناحية. من ناحية أخرى التأشيرة التي تقول طلب، أقول لك ويمكن أن تسأل الموريتانيين أن في السفارة المغربية تأتي كموريتاني تحط باسبورك اليوم، غدا في الصباح تجي تاخذه، ما تستغرق ولا 10 دقائق. بالنسبة للمغاربة الذي لا يعلم، وأنا أقولها من الآن، بالنسبة للمغاربة يأخذوا التأشيرة في الحدود. المغاربة يمشوا عن طريق القرقرات يوصلوا للحدود ويعطوهم التأشيرة في الحدود يدخلوا. أما بالنسبة لي أنا شخصيا أخذ تأشيرة مرة كل سنتين أو مرة كل سنة. هذا يعني بالنسبة للأمانة. بالنسبة شوف هذا سأشرحه لكم حتى تكون واضحة. بالنسبة لعلاقات التأشيرة بين موريتانيا والمملكة المغربية، بالنسبة للموظفين لا يحتاجون إلى تأشيرة. أي موريتاني موظف يحمل جواز عمل يذهب إلى المغرب ويأتي بدون أي تأشيرة. هذه واحدة، هذا عملوه. بالنسبة لرجال الأعمال الموريتانيين أو الذي يثبت أنه لديه علاقة تجارية مع موريتانيا تعطى له تأشيرة مدة 3 سنوات بدخول متى شاء ومتى أراد. وبالنسبة للناس الطبيعيين اللي يمشوا مرة في السنة يأتون والسفارة المغربية توفر لهم دون طابور ودون أي شيء تأشيرة في 24 ساعة. كم الثمن تاعها؟ والله أقول لك بالنسبة للتأشيرة 3 أشهر ودخول واحد 8200 أوقية بالضبط. الآن هي 200 درهم أو مغربية وهي $20.
شكرا لك، شكرا. هذا يعني يعطي معلومات بالنسبه طبعا بالنسبه للناس اللي رجال اعمال ومعروفين هكذا، هذه جراتوي. انا شخصيا اخذ التاشيره جراتوي، يعني هذا اذا كان هذا سيساعد. لا ما يهمش شخصك، انا ما نتكلمش على شخصك. لا لا قلت لا شوف، هذا ليس خاص بي. بالنسبه لرجال الاعمال والناس المعروفه وكذا وكذا، هذو ياخذون، قلت لك يعطوهم التاشيره. هذا دليل على ان المغرب لمصلحته مرحبا، ولمشي مصلحته بالتاشيره. لا اخي الكريم، لا اخي الكريم، الناس هكذا. واش انا اعطيك مثال، انت في الجزائر اذا جا جنرال ولا اسال نفسك لماذا انت تونسي يدخلوا المغرب بدون تاشيره، الليبيين بدون تاشيره، الجزائريين بدون تاشيره، انت الوحيد اللي فاضين عليك تاشيره. اسال نفسك لماذا. لا اسمع يا اخي الكريم، هذه علاقات ثنائيه تحددها الدول حسب مصالحها الامنيه والاجراءات وكذا. اسمع يا اخي الكريم، كان هناك فتره بين المغرب وموريتانيا، كان المغرب يخشى من أن تتسرب له جبهة البوليساريو داخل المغرب وتقوم بعمليات، خاصة أقول أن كثير من هؤلاء تجنسوا في موريتانيا وعندهم أوراق موريتانيا، وهذا في البداية أصبح يفوتوا بالسلاح من الحدود يا أبي طالب، يفوتوا من الحدود. يا أخي الكريم لعلمك الخاص. الله يهديك، هذا كلام منطقي أبي طالب. البوليساريو ما راحش يفوتوا لك من الحدود العادية. يا أخي الكريم، أنت الآن تريد أن ندخل في الطريقة التي يمكن إقامة بها هذا. يا أخي الكريم، غالبا الناس اللي تقوم بالعمليات ليست هي التي تأتي بالسلاح. هذا يا أخي الكريم ليس موضوعنا، هذا فقط أقول لك أن سبب يقدروا يجوا من إسبانيا، يقدروا يجوا من إسبانيا بدون تأشيرة، عندهم الجنسية الإسبانية. لا أنت إذا كنت صحراوي وعندك جنسية، اسمعني، إذا كنت صحراوي عندك جنسية إسبانية راك منومر، ذوك هو أنت مالك إسباني، أنت صحراوي وعندك الجنسية. ولكن إذا كنت عندك جنسية موريتانية لا تفرق، إذا لم تدقق. السفارة عندها أشخاص وعندها أمور وتدقق عندما تأتي لأخذ على الأقل عندما تأتي لأخذ التأشيرة يعرفونك، هل أنت، لأنهم هم طبعا يعرفون الناس، لأن السفارة من هناك منذ القدم وتعرف الناس، وبالتالي نوع من الإجراءات للتأكد من الأشخاص اللي تذهب إلى المملكة المغربية. هذا المهم، هذا قاع بالنسبة لي ليس مهم جدا. بالنسبة الذي قلت أن ترى أن الأمور تتأزم، أنا أردت أن أذهب إلى الواقع لأقول عكس ما قلت أنت، أن الأمور على العكس، الأمور تتطور والتجارة تتطور والحركة تتطور. أبي طالب اسمح لي والله آخر كلمة، قلت لنا في 31 ديسمبر سيلغوا الزيادات على الضرائب، هل ألغوها؟ أنت قلتها، أنت درت فيديو قلت البروميير تريمستر، هل ألغتها موريتانيا؟ سؤال. غير اسمعني، الفيديوهات موجودة وأتحداك، قلت أن موريتانيا يعني طبقت هذا الإجراء من نهاية ديسمبر حتى بداية أبريل، وأن شهر أبريل، ويمكن أن يسمعك كلام الوزير من نفسه اللي فرض الأمر، قال نحن فرضنا من ديسمبر إلى أبريل لأننا نعتقد أن بضاعتنا مدة 3 أشهر. إذا الذي قلت أنا أن إجراءات مدة 3 أشهر بدأت كيف أقول تنتهي ديسمبر، وهي بدأت ديسمبر، هي 31 مارس 31 مارس ما كملتش، ما زالت سارية المفعول. لا اسمع أخي الكريم، قلت أنه إذا أخطأت قلت أنا أقول وذكرت أن الوزير ذكر أن الإجراءات تنتهي يوم 10 أبريل حسب كلامه. وأنا أقول لك شوف، أنا ممكن أسمعك الوزير وهو يقول أخذنا هذه الإجراءات بطريقة مرحلية والأمور ستعود إلى ما كانت عليه قبل هذه الإجراءات في أبريل. أنا سمعك الآن وزير الزراعة، أنا لا أكذب أبدا معاذ الله، وزير الزراعة قال طبقنا هذه الإجراءات لحماية منتوجات. إذا لم تعد تقدر تقول بلي في أزمة؟ شنو؟ إذا لم تعد قادة الضرائب تقدر تقول باللي موريتانيا في أزمة مع المغرب، أزمة صامتة؟ لا شوف أخي الكريم، أنا أمشي على حسب ما قالته الدولة قالت أنها طبقت هذه الإجراءات مدة 3 أشهر لعندها إنتاج، وهذا رأينا الإنتاج الموريتاني، وهو قال بهذا الكلام. أنا أقول لك بالضبط آخر كلام قال نحن الإنتاج الذي لدينا قد يكفينا إلى أبريل أو الأسبوع الأول من ماي. أنتم لماذا تدخلون وتخرجون ابقوا معي، أقول يدخلون ويخرجون يعني إلى ماي. إذا قال بالحرف الواحد في البداية أن أبريل ستعود الأمور على ما كانت عليه.
هذه الأب. المهم اترك بابار يتحدث. انا ما اذا كنت اجبت ثم ساعود لك الى خطاب الرئيس لتشرح لي بعض المواضيع التي ذكرت في خطاب الرئيس. يبدو انكم ما زلتم تتهمون الامارات ولا ادري ما الى اين تصل. اتهامات خطيره جدا، فهمت؟ وابن باجه طلع قبل بابار ياك. السلام عليكم ورحمة الله. سنبدأ قبل مني. تحية لكم. تسمعني؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اخ نوردين، انا اريد ان استمر معي واريدك ان تتحدث معي بطريقه صحفيا. انا نسمع فيك الصوت. نعم. قلت اخ نور الدين، اريد ان افهم ما رايك في الدار البيضاء كامله شامسه. تفضل. أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية للإخوان. تنرحبوا بالسي أبي طالب في البلاد ديالو الثانية، وحل علينا ضيف، والحمد لله هو أخ. مرحبا فيك في كل وقت. أكيد أنه الدار البيضاء، وأنا بغيتك تشهد أنت، لأنه حنا إلا شهدنا تسمى حنا مغاربة وحنا تنضخموا صورة المغرب. أنا بغيتك الأخ أبي طالب أنت، الجولة اللي قمنا بها البارح في الليل باش مشينا فطرنا وتعشينا وكذا، الجولة كيف جاتك الدار البيضاء؟ ماذا لاحظت؟ هذا الغياب ديالك ديال 3 شهور ولا 4 شهور الآن، شنو هي التغييرات اللي عاد ندخل أنا ونقول لك شنو البرنامج؟ طيب، أنا الذي لفت انتباهي رأيت يعني خدمات في البنية التحتية، رأيت إعادة يعني الأرصفة، رأيت توسعة الشوارع، رأيت كذلك تقريبا نوع من الانفستيسمون، الاستثمار في السكن. يعني أن في تحول كبير، ويبدو أنه في سياسة للدولة لمساعدة رجال الأعمال إلى يعني تطوير السكن وإعادة ترميمه لتوفير يعني طبعا أنت تعلم مظاهرات يعني التظاهرات الدولية هذه تحتاج إلى يعني قيمة استيعاب السكن تكون قوية جدا، وليس فقط ولكن تكون بدرجة من الجودة معينة. أنا شخصيا الآن متواجد في واحدة من هذه الشقق الجديدة التي يعني يتم إعادة ترميمها وكذا، فبالتالي فعلا قلت لك مباشرة أحس أن المغاربة بدأوا فعلا في الدخول في إعادة يعني ترميم وإعادة التأهيل، كل ما يمكن إعادة تأهيله. ورأيت كذلك الطرق التي تم تعبيدها من جديد وترميمها من جديد. وفي الصراحة أتمنى أن يمدنا الله بالصحة والعافية والحياة، أن أرى المغرب 2030 سيكون يعني شيء آخر. تفضل أخي، هذا ما رأيت. الدار البيضاء يا أخي أبي طالب عندها برنامج أولي، هو برنامج 2025. 2025 الطرق الكبيرة ديال الدار البيضاء كلها تتغير، الأرصفة كلها، لي تروطوار، لي روت، لو غودرون، كل شيء تيتعود في الدار البيضاء باش يكون ان شاء الله في 2025 كل شيء على احسن استعداد باش نستقبلوا ان شاء الله كاس افريقيا. وهي مناسبه لاعاده تاهيل مدينه الدار البيضاء. مدينه الدار البيضاء مدينه ضخمه، 5 حتى 6 مليون ساكنه، مدينه كبيره ومدينه الاولى اقتصاديا، كان لازم انه تعيد فيها النظر. وهذا علاش صاحب الجلاله عين الوالي الجديد اللي جا للدار البيضاء هذه تقريبا 6 شهور وبدا في العمل بجديه، وهو معروف عليه بأنه والي صارم وتأخذ قرارات بسرعة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هو أنه المغرب شجع المستثمرين والناس اللي تيعملوا العقار باش يبنيو الشقق الصغيرة، أي لي ستوديو، عرفت كيف تيقولوا لها بالعربية. والآن في الدار البيضاء كاين واحد الحمد لله واحد الأحياء كثيرة، والحي اللي انت الآن فيه السي أبي طالب هو كله حي جديد وكله مبنيين فيه لي ستوديو باش يساعدوا القدره ديال الاستيعاب ديال الفنادق، لان الفنادق ما يمكنلاش كلها تستقبل هذا الحجم ديال ان شاء الله الجماهير اللي تجي
لا في 2025 ولا في 2030. وهات المبادرة أن الدولة شجعت الاستثمار في هذا النوع ديال السكن باش يساعد سميتها الفنادق. هذه النقطة الأولى. وكذلك الدولة المغربية عملت واحد تحفيز كبير للمستثمرين لبناء الفنادق. أي أن الدولة الآن خرجت قانون أنها قد تساعد ب 30% في الكلفة ديال بناء الفنادق في المدن اللي تستقطب ولا تستضيف كأس العالم 2030. الآن عدة مشاريع بدات في هذا الاتجاه هذه، حيث أن حتى لو سي بي اللي هي الشركة ديال الفوسفات حتى هي خلقت واحد الفرع داخل لو سي بي اللي يتكلف بالعقار ويبني الفنادق باش يساعدوا الدولة ويساعدوا المستثمرين في هذا الاتجاه هذا. والسي أبي طالب راك تعرف احنا عندنا كل وضوح الحمد لله في المغرب، ونخرجوا نعملوا جولة الآن ونحلوا الكاميرا ونشوفوا جميع الشوارع وتشوفوا الحمد لله الدار البيضاء كيف تولي. والدار البيضاء تسترجع اللون ديالها الأصلي اللي هو اللون الأبيض، حيث أن الآن خرج قانون في داخل الدار البيضاء. سي نور الدين نتفاعل معاك شويه. انا اتمنى ان نرسل دعوه للسي كادر ويجي هو ونمشي انا وانت وهو في السياره ويشوف بعم عينه ماذا يجري في المملكه المغربيه. اش رايك السي كادر؟ انا عندي اليقين تام بان كادر عارف القفزه النوعيه والكبيره اللي قام بها المغرب، ولكن هو للاسف الشديد هو متعصب شيئا ما ويفضل الدفاع عن البلاد ديالو. هذا شيء طبيعي نقدر نتفاهموا ولكن الواقع شيء اخر. الواقع شوف احنا دابا الاخ ابي طالب رجل صادق. شوف اخ ابي طالب رجل صادق ومعروف عليه الصدق الحمد لله، وها هو تيتجول وغادي وجا الحمد لله عده مرات. ودابا الان جا وشاف التغيير اللي كاين في مدينه الدار البيضاء والاشغال اللي بدات بجديه، وان شاء الله غادي نمشيو لطنجه وغادي تشوف مدينه طنجه كذلك ونقدروا نحلوا الكاميرا وتشوف هذا الشيء ماشي تباهي. هذا واقع اللي حنا تنفتخروا به ان البلاد ديالنا دخلت باش بواحد المسلسل جديد اللي هو البلاد ديالنا تولي ان شاء الله في معايير اوروبيه. وماشي انا اللي تقولها، انا بغيت الزوار اللي يزورونا يقولوا هذا الكلام. هذا هو الكلام الحقيقي وحنا ما تنكذبوش. معروف علينا الحمد لله الصدق، والسي ابي طالب كذلك معروف عليه الصدق، وهادشي علاش نحبوه حنايا لانه رجل صادق ويجي للمغرب ويعطيك الصوره الحقيقيه. ونتحداك السي كادر دابا نعملوا مواجهه، دابا نحلوا انا والسي ابي طالب نعملوا جوله بمدينه الدار البيضاء بكاميرا محلوله ملي نخرجوا من هنا من الشقه وحنا غاديين. وانت طلب لنا من واحد الاخ جزائري يمشي لمدينه الجزائر العاصمه ويفتح الكاميرا ويورينا الشوارع في الجزائر ونقارنوا، رغم اننا حنا هذا الجزائر لا تهمنا في شيء، ولكن هي باش نبينوا الواقع ديال الامر. لانه الامور للاسف الشديد ما تتقبلوش الواقع، بان الحمد لله حنا ما تنخيدوش في الجزائر، حنا تنخيدوا في البلاد ديالنا. بغينا البلاد ديالنا تطور، بغينا الساكنه تعيش في احسن الظروف، بغينا المواطن المغربي يعيش في ظروف اللي هي متميزه. وهذا هو الهدف ديال الدوله ديالنا، وهذا هو الهدف ديال المستثمرين المغاربه والهدف ديال الشعب المغربي. اما فيما يخص الجزائر والله العظيم الحمد لله اللي كاين مره اخرى اخ قادر، حنا نتمنوا لكم الخير وبغيناكم نشوفوكم في احسن حله ونشوفكم على خير وبخير، ولكن تخليوا عليكم المغرب في افتقار. الخطاب الاخير ديال الرئيس تبون والله العظيم التمس فيه اشارات طيبه لاول مره، انه باول نوبه تكلم بتحفظ على المغرب. ما حاولش، رغم ان الصحافي بغى يجروا الكلام على المغرب، هو كان متحفظ وقال على بان المغرب عمل الاختيارات ديالو جيوستراتيجيه وحنا تنحترموها وكذا، وحنا مستعدين انه ينضم لنا في هذا المشروع الجديد ديال المغرب العربي الجديد. وهذا تكلم عليه. شيء جميل انه على الاقل تقول كلمه طيبه. لك الكلمه السي كادر. صوت ابي طالب. لا قلت فقط السي بابار لم يتحدث بعد يعني. شكرا. وبعدين اذا كان تقول كذا. السلام عليكم، حياك الله وبياك استاذ ابي طالب، ومرحبا بك في المغرب. غير لنقل شيئا ان لا مشكله في فخامه الرئيس تبون او لا في شخصيات جزائريه بحد ذاتها، ولا حتى مشكله في كادر على فكره. واظن ان في الجزائر الكثير، ان الجزائر
أنجبت الكثير من النوابغ، ولنكن متأكدين أنها كدولة كديموغرافية مغاربية تنتمي إلى إفريقيا وتنتمي إلى البحر الأبيض المتوسط، وكذلك إلى المجال العربي أو المتلسن بالعربي، وكذلك إلى العالم الإسلامي، إلا أنها ستنتج الكثير من النوابغ ومن العقول الفذة. الإشكالية في نظري هي إشكالية شخصية الدولة الجزائرية. شخصية الدولة الجزائرية ليست متأكدة مما تريد ولا حتى متأكدة من منطلقاتها، فمسألة وخطاب الفتنة ورفض الفتنة وما إلى ذلك لا يتناسب جدا مع بقية خطابات فخامة الرئيس سي عبد المجيد تبون، لأنه في الواقع أظهر نفسه في مكان ضعيف جدا، لأننا نتبنى خطاب عنتريات في جهات أخرى أو في خطابات أخرى. أستسمح أن وصفته بالعنتريات زميلي كادر، ولكن هو كذلك خطاب يظهر أن الجزائر قوية وأنها تستطيع فعل كذا وكذا وكذا وكذا، وأنها قمة قمم الدول بحد ذاتها، والدبلوماسية الجزائرية كذا وكذا، والجيش الجزائري كذا وكذا 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 وكذا. ثم بعدها خطاب آخر يظهر الضعف، يظهر الهوان، ويظهر أن الدولة الجزائرية تعاني إشكالات في شخصية وفي بنية الدولة الجزائرية. لا أظن أخي كادر أنك ستستطيع أن تدافع أكثر وأكثر عن دولة فيها هكذا اختلالات، والأولى أن يتوجه كادر إلى فتح نقاشات تهم تأسيس الجزائر، تهم كذلك بنية الدولة، تهم شخصية الدولة الجزائرية. على فكرة الدول يا كادر إن كنت لا تعلم لها شخصية ولها سمة نفسية كذلك، لأن ما يحكم الأفراد يحكم الجماعات. عندها عقيدة، ما عندهاش وأظن عقيدة ليس شخصية. عندها شخصية. العقيدة شيء والشخصية شيء. عاود تأكد فيها هاني صح هذاك. الدولة عندها عقيدة. لا غير تأكد لها شخصية، للدول شخصيات، للجماعات شخصيات، كما للأفراد شخصيات، فالجماعات أساسا تتكون من أفراد. كن متأكدا أخي كادر أنك الآن كنت ستكون في ظرفية أو في وضعية أحسن بكثير لو كنت فعلا تنتمي إلى دولة لها شخصية قوية وشخصية تجابه الدول التي هي في جانبها وفي جوانبها ومن تصارع على الأقل. هذا من جهة. كن متأكدا يا كادر أنك ربما ستجد الانسجام أكثر مع الذات إن فتحت مواضيع ربما قد تهتم بنقاش جزائري متكافئ على الأقل، موازي لما تناقشه مع المغاربة ومع الموريتانيين. وأنت مرحب بك على فكرة أن تناقشنا في أي فترة تريد، فلربما تحتاج إلى تجديد بعض من معطياتك يا أخي كادر. ولكن كذلك خطاب الفتنة الذي قام به تبون هو ما استهللت به كلامك، فحاولت اللعب على نفس الوتر، وهو الوتر الحساس بين المغرب وموريتانيا كدولتان شقيقتان متجاورتان تملكان من التاريخ المشترك الشيء الكثير. لذلك استثمرت في خطاب يقول كذا، والتأشيرة فرضت على كذا في الوقت كذا، وإهانة موريتانيا للمغرب وإهانة المغرب لموريتانيا، وهذا أمر لا يقوم به مسلم. خطاب الفتنة يا كادر، رجاء خطاب الفتنة يتنافى مع السلوك الحالي، هو سلوك لإنشاء فتنة بين دولتين وبين شعبين شقيقين على الأقل في السوشيال ميديا، في حين أن ولي أمريكا الذي هو فخامة الرئيس تبون اختار أن يضرب في الفتنة وأن يقول وأن يستثمر في خطاب ديني لا أعلم أصله ولا أعلم كيف له أن يكون له. نعم. هذا فقط لأبين الإخوة هذا الحي يعني فيه عمل كبير جدا على مستوى العمارات. شوف هنا، شوف هذه يعني عمارة يتم إعادة ترميمها. كل هذه العمارات نجاوبها من بعد ذي العمارات. أنا بروحي عندي العمارات في الجزائر، بعد ذيك العمارات توعي بلا تعنس خطيتك. لا نجاوبه.
اذا كان انتهى تفضل واصل بابار. في نص دقيقه نكون انتهيت. الخطاب الشبه ديني الذي استثمر فيه فخامة الرئيس المحترم جدا عبد المجيد تبون في خطابه الأخير يتنافى تماما مع الخطاب الذي أصدرته في بداية كلامك يا كادر. أتمنى أن تفهم أن كلمة الإنسان هي حجة عليه غدا يوم القيامة. طبعا تماشيا مع كلام ولي أمرك الذي هو عبد المجيد تبون، والذي أرى على فكرة أنت أكثر ذكاء منه، وهذا رأي شخصي لا فيه إهانة للآخر ولا تقديم لك. أنت أرى أنك أكثر ذكاء من رئيس دولتك. لذلك أتمنى منك أن تتحلى أكثر بالمصداقية، وأن تفتح كذلك بالموازاة مع النقاش المغربي الجزائري، نقاشات جزائرية لعلكم قد تلمسون أو تجدون من الوقت تفكرون فيه خارج سياق المغرب، سياقا جزائريا ترون به ما قلت لكم الآن، الذي هو مشكلة حقيقية وبنيوية في الدولة وفي شخصية الدولة الجزائرية. تحياتي. تفضل. والله العظيم بابا ما قلت حاجه كبيره، راك تعاود لي في الهضره من في الاخر، قلت لي خطاب الفتنه جميل على داك الشيء علاش انا كنرتاح. كادر ما عندكش الحق تجاوب اصلا، ما عندكش الحق تجاوب، راه كاينين ناس اخرين. ممكن تحسوا بطالب الكلام اللي تقول لي ما عندكش حق تجاوب على هذه الديكتاتور. انا في المخزن، انا في تزمامات اخويا، خليني نجاوبكم بعد اخويا، الله يهديك. السلام عليكم من جديد. شوف ابي انت تقول لي خطاب الفتنه، انت دير خطاب البكائيات، انا درت قراءه وانت ما تفرقش واقيلا ما بين القراءه والفتنه. انا نحكوا على بين علاقه بين الدولتين، وانت تحكي لي على الفتنه. بين الفتنه يعني اعطيني الكذبه اين تاشيره كاينه، يحكي لك تبادل حر وبالتاشيره من مستحيل. البلد الوحيد اللي فاضين عليه التاشيره موريتانيا، هذه حقيقه. وين الفتنه هنا؟ هذه حقيقه، اين الفتنه؟ انا نعطيك في قراءه، انا نقول لك انايا المبالغه في الضريبه، رفع الضريبه على السلع المغربيه وراه متواصل. دخلنا الابريل وراه متواصل، نشوفوا 10 ابريل قال لك غادي نزيدوا نعطوهم 8 ايام، غادي نزيدوا نصبروا. انا في قراءه وانت تقول لي الفتنه، وكانني انا رئيس ولا وزير ولا حنا رانا تيك توكيين، انني عارفه بلي تيك توكي اين الفتنه واين. وابي طالب تقدر تفتنه، ابي طالب قول له عادي، قول له كاع تبغي عادي، ما كاش مشكل معاه كاع، ما عندهاش مشكل كاع. اين الفتنه؟ ابي طالب ما تقدرش تفتنا على كل حال. ابي طالب انسان مع الطرح المغربي 100%. اذا هذه الامور هذه ما عندهاش حجه. هذه اولا. ثانيا هذيك الكلام تاع انت اتكلم اخي كادر، شوف اخي كادر، شوف على عينيك وشوف على عينيك وشوف. انا كنت نوري لك وهذا غادي تدخل عمل طنجره فيها الفيضانات، الناس غارقه وتقول لها شوف ما نكبش. انا ما نبغي الميطرو خويا، لا عندكم ميطرو خويا. شوف تفرج ما تقطعنيش الهضره يا محمد. انت مازلت مخلوع في نخلات وشجره وطروطوار وكل شيء. انت ما عندكش الميطرو قاعد تهضر صاحبي. انت الميطرو ما عندكش. الميطرو ما عندكش. الدول التي تحترم نفسها تقول لي انت قاعد تصبح وانت الدار البيضاء الدار. الله يحفظ ديك الشروق تيفي اللي توري لنا حي مولاي رشيد والترونسبور هذاك تاع اللي فيه الكلينيونطون، بلا ما نقولها بلا ما نذكروه هنايا. الله يخلف على شوف تيفي. وانا الشيطان اخو نوض دينا. انا ما شوف الدار البيضاء عاصمه. نجاوب معاك خويا كذا ولا ما نجاوبش معاك؟ عاصمه كبيره، اسمعني عاصمه كبيره في افريقيا، وساي ما تقعدش تكبرها فوق حقها باسكو مازال فيها استعمال الدواب في النقل. دوك خلينا من الاخر، خلينا من هذه الامور. اتحداك الا كانت دابه وحده في الدار البيضاء. الإخوان على الأقل نص كازا يستخدمون الدواب في حين أنا أناقشهم الآن. أستسمح سأنسحب من النقاش. سأنسحب يا أبي طالب من النقاش إلى أن يكون شخص يستحق النقاش. الدواب جعلت ليركب عليها وليس لمناقشتها. سهلة. شوف سهلة التطاول عليا هكا في اللايف، هكا تحس روحك فيه مقوقع. سهلة التطاول فيه، سهلة هذه زعما من الجياحة هذه المدخل. تطاول سهل على كل حال. رفعوا على بحال هاد النقاشات ممكن لا بالكلام هذا. انت بشبه روحك بالتليفون قاعد نهضر معاك. نوضين انت مين تقول لي الدار البيضاء؟ انا في ميزك هل انا نقول لك الدار البيضاء والو؟ الدار البيضاء من اكبر العواصم الافريقيه، هذه فيها
انتوما تقعدوا تهضروا على الاخر، هذا ديما كان انتوما ملي تقعدوا تهضروا نجاوبوكم. شو ولا هذيك البيضاء لا كولا البيضاء راني سامحك، شغل كاين واحد العاصمه في واحد البلاد جايه في المغرب الاوسط يسموها الجزائر البيضاء، راك فاهم؟ سموها صافي لونط يسموها الجزائر البيضاء وجايه بيضاء. دونك بدل الكولر، دبر لون واحد اخر على كل حال باش تتحلى بالشخصيه تيكا اللي قال لك عليها بابا شخصيه الدوله على كل حال. خلا بها. ما البنيو الباتيمون، بناو باتيمون، بناو تاع بريفي، بناو تاع الاخر. مستوى والله. وين والو؟ نوردين جاوبنا على السؤال، بما ان الاخوه بلد واحد لماذا المغرب يفرض التاشيره على موريتانيا؟ وابي طالب انت أظن سؤالك أن منها يا ابي طالب. انا نجاوبك على هذا الكلام هذا. خلينا نعرفك دابا السي قادر بغى يقلب بالفتيله والقنديل على شي مشكل بين موريتانيا والمغرب وما لقاهش. وحنا اليوم موريتانيا كتحل اكبر تمثيليه ليها في سميتو في العالم في الدار البيضاء. يعني حنا الا كانوا علاقات غيتوتروا بين جوج دول اللي عارف انا ما كيبنيوش قنصليات قدام قد الخلا، يعني بنايه وعدد ديال الموظفين اللي هما 30، هذه غادي توتر العلاقات. انا كيبان لي هذا اتجاه في تطوير العلاقات، هذه وحده. سي ابو طالب في اللايف ديالو من الكركارات بين لينا صف كبير ديال الشاحنات، يعني واحد الصف كبير ديال التبادل التجاري من الجهتين، ناس داخله وناس خارجه، يعني كاين تبادل تجاري، كاين علاقات اقتصاديه قويه. بغيتي السي قادر ولا ما بغيتيش، سير انت دير لينا شي مقارنه بالمعبر ديالكم للهي مع اي دوله افريقيه. الا لقيتي هذاك العدد ديال الشاحنات اللي كاين بين المغرب وموريتانيا، نقدروا نقولوا بلي العلاقات ديالنا ما مزياناش مع موريتانيا وغادي نشوفوا نحسنوها. وهذا هو العطب في العقليه الجزائريه اخي ابي طالب، هو قوه الجزائر في ضعف جيرانها، وهذا منطق غلط. الجزائر من حقها تطول العلاقات ديالها مع موريتانيا، يكونوا مزيانين العلاقات ديالهم، لكن ماشي على حساب يعني تلغيم العلاقات ديال المغرب وموريتانيا. هذا لا يستقيم. انت بغيتي تقاد العلاقات ديالك مع موريتانيا، المغاربه حنا ما عندناش مشكل يكون بيناتكم تبادل تجاري كبير، وهذا الله يعاونكم. حنا من جهتنا كنقادوا العلاقات مع الجيران ديالنا، ومن حقنا موريتانيا كبلد جار عندنا مع علاقات تاريخيه وعلاقات قرابه اننا نحسنوا العلاقات ديالنا، والعلاقات غاديه في تطور، لا بالتمثيليه الدبلوماسيه القنصليه ديال كازا اليوم، لا بالسفاره اللي كتبني موريتانيا في الرباط، سفاره اللي كبيره وكتعكس التاريخيه والمتانه ديال العلاقات اللي كاينه بين هاد جوج الدول. يعني انت تبقى انت تقلب على شي حاجه ما كايناش، هذا غريب. انت قلتي موريتانيا بغات تنسحب تاخذ استقلال من المغرب ولا ما عرفتش كي بغيتها. المغرب كيساعد جميع الدول الافريقيه في تنميه الاقتصاد ديالها. الابناك المغربيه موجوده في موريتانيا، موجوده في الغابون، موجوده في الكوت ديفوار، على صعيد افريقيا كلها، وهذا فيه علاقات قويه ديال المغرب مع العمق الافريقي ديالو، والجميع يشهد بذلك بما فيه الفرنسيين ودول خارج المنظومه المغربيه، يعني اللي كتسميوها انتم المخزن والناس اللي كيطبلوا المخزن. ممكن سؤال فيما يخص الشاحنات؟ لا ما تقاطعنيش، انا ما قاطعتكش، ما تقاطعنيش تنسالي. اعتذر تفضل. لا ما قاطعتكش قبل ما قلتي داكشي اللي بغيتي. تفضل. شكرا لك، داكشي اللي قلتي. النمو الاقتصادي ديال موريتانيا علاش غادي يكون في ضد المصالح ديال المغرب؟ الرئيس الغزواني كيطور الاقتصاد ديال سمين، بالعكس راه هدف في صالح المغرب ان موريتانيا تطور ويكون عندها مداخل باش يكون تبادل تجاري قوي وفي محله. وحنا الاخ ابي طالب دائما كيقولها وانا متفق معاه، كاين واحد المحور ديال الرباط نواكشوط دكار، فهمتي؟ واليوم الرئيس الجديد ديال السنغال ما عرض على حتى شي واحد في الوسط ديالو من غير الدعوه اللي رسل الملك محمد السادس ومثلوا فيها رئيس الحكومه. هذا كيبين المتانه ديال العلاقات اللي كاينه بيننا وبين هاد جوج دول، اننا حنا ما يمكنش العلاقات ديالنا مع السنغال تكون قويه الا كانت العلاقات ديالنا مع موريتانيا قويه، لانها هي المعبر لهم، وغادي يكونوا في المستقبل طرق السياره، وانا متاكد من هذه القضيه هذه، وهذا الشيء لا رجعه فيه، فهمتي؟ مع التنميه ديال الميناء ديال الداخله الى اخره، اللي مشاريع كبيره واللي جايه في الطريق. انت هضرتي باللي موريتانيا كدير واحد النمو ديال 5%، لا، موريتانيا الخبراء كيقولوا مع الاكتشافات ديال الغاز يقدر النمو ديال موريتانيا يوصل حتى ل 15%، لكن هو ماشي هو الاول في شمال افريقيا، لانه الاول هو عند الجزائر على حساب
المقابله الصحفيه اللي شفنا ديال السي تبون انه غادي يطور المنتوج الداخلي الخام ديال الجزائر من 200 مليار في العام ل 400 مليار. هذا نمو باش ديروا خاصك 50% ديال النمو الاقتصادي في العام. وهذا رقم قياسي خيالي ما عمره وقع في العالم. نتمناو ان الجزائر تحققه. ما تقاطعنيش اصاحبي، يكون عندك شويه ديال السميت. تحمل انك تسمح حتى نسالي. انا ما قاطعتكش واش كنتي كتهضر. كون مؤدبا واسمع للناس باش تقدر تجاوب. شويه ديال الادب. انا ما قاطعتكش، انا نختم دابا. هذا هو الاساس. لذلك الجزائر خاصها تكونسونطرا على راسها وتحاول تطور العلاقات ديالها وما تبقاش تقلب على تلغيم العلاقات، لان هذا السبيل ما غاديش يقويها. الاضعاف ديال تونس، الاضعاف ديال المغرب باش تبان الجزائر قويه، هذا ماشي في صالح حتى شي واحد. حنا بغينا انه الدول كلها تكون عندها تقدم وتمشي في طريق النمو باش هذه المنطقه اخيرا تخرج من هذا التخلف اللي فيه، اللي هي اضعف منطقه في التبادل بين هاد الدول هادو. الجزائر الا كانت حابسه هذا الشيء، المغرب ما غاديش يوقف. المغرب غادي يقلب على التطوير ديال العلاقات ديالو في جميع الاتجاهات وبجميع ما يمكن، لا في الساحل، لا مع موريتانيا، لا مع السنغال، ومع جميع الدول الجاره ديالنا. كما شفنا التحسن ديال العلاقات مع اسبانيا، التحسن ديال العلاقات مع موريتانيا اللي غادي تولي علاقات يعني تمشي في واحد الافق بعيد. وحنا السنغال العلاقه التاريخيه راه معروفه، ما نحتاجوش. الدليل على ذلك كما قلت لكم انه القائد الوحيد اللي تم الدعوه ديالو هو محمد السادس لهذا سميتو. وهذا الشيء غادي تشوفوه في الاخبار اليوم. تحياتي لكم وشكرا اخي ابي طالب على اتاحه الفرصه. تكبيس رحمكم الله. ممكن تكبيس رحمكم الله. تفضل. تعليق خفيف. تحياتنا الاخ ابي طالب. وهذه الجوله اللي في عاصمه الاقتصاد الدار البيضاء، وهذا الشرف لنا نحن كمغاربه. اليوم بطالب مبين ويستدر في حاضرة مدينة الدار البيضاء. الدار البيضاء اللي الدولة الجزائرية علنت سفير، علنوا الرئيس تبون يمثل الجزائر في عاصمة الاقتصادية الدار البيضاء. وهذه رد على الإخوة الجزائريين، وهذه رد على الناس اللي تشاطب في المنابر عن الجزائر. اليوم راجعت بيتها الداخلي، ردت سفيرها وردت قنصلها في الدار البيضاء. والدار البيضاء اليوم قدوة لجميع الدول الإفريقية. الدار البيضاء اليوم قدوة 2030 لا يعد فيها تظاهرة دولية. الدار البيضاء اليوم مفتوحة لإفريقيا، مفتوحة لأوروبا، مفتوحة للعالم كامل. وهذا يشهد عليه العدو السابق الصديق. اليوم ما تم تدرج المسائل بالمسرحيات والتمثيل. اليوم نباركوا المشروع تبون اللي فيه أضرار، واللي إن شاء الله نتمناه من عند الله عن ذا المشروع ينجح، عنه يسبق 2030 والله 2035. اليوم الناس تتنافس في البناء، تتنافس في التجارة، في الاقتصاد، في تطور مدنها، في تطور الإنسان، تطور فكره، تطور عطاؤه في الكلام، عطاؤه في التنمية، عطاؤه في النقاش. ولا تبني فكرها على شيء من الروايات اللي ما هي طبيعية. نحن اليوم الفيزا مبينا نحن موريتان تستفاد منها، موريتان نستفادوا منها نحن كمغاربة. أنا كمغربي إذا دخلت موريتان تستفاد مني بالتأشيرة ديال الفيزا. ما هي خسارة في الدولة الموريتانية ولا هي خسارة في الديوان الموريتانية. علاها أنا نعود نحكم فيزا شهر أوروبا وخوتي الجيراني ما نحكم عندهم فيزا؟ نحن اليوم بغينا كل دولة وكل بلاد يندخل بالفيزا، يندخل بطريقة قانونية، يخلص الفيزا كيخلصها الأوروبي، يخلص الفيزا كيخلصها الأمريكي. هذا هو اللي ينفع الشعوب، ولا المبالاة وذاك المسائل، تمنيات المسائل ومنح المسائل اللي ما هي خالقه ما تنفع الشعوب. نحن دول فاصلين في الفيزا، فاصلين في رقاج يدخل السياحه يخلصنا فيزا في بلدنا. هذا ليه ننفعوا به بلدنا، ليه نعدلوا به التطويرات، ليه نبنوا به البلد، ليه نقوموه صناديق الدوله الا جات اي ازمه نعودوا متحضرين لها. وكفانا من المسائل وكفانا من المنح اللي اليوم 50 سنه الجزائر تمنح مجموعه البوليساريو. هل فم فائده؟ هل فم تقدم؟ هل فم كذا؟ فم البؤس، فم المسائل اللي ما هي طبيعيه. فم الانسان مقبوض في مخيمات تندوف ومحصور في مخيمات تندوف، ما عنده جنسيه، ما عنده قرن ثلاجي. وهذا هو الانتاج اللي يالت الانسان يبعد منه، ويالت الشعوب كامله توع الاخوت كامله دير يدها فيد. وتبعدنا من الخطابات الرنانه، وتبعدنا من المنح ومن التمنيات اللي ما جبرها الانسان
الافريقي ولا جبروها الشعوب. اليوم نحن اليوم تنافس اقتصادي. اليوم رئيس الجمهوريه الجزائريه تبون اعلن عن مشاريع واعلن عن تنافس العمله الدينار الجزائري مع العمله مع الدولار الامريكي، وهذا تقدم في الاراء قص المراديه، تقدم في طرح الرئيس الجزائري ورجوعه وتعنته عنه ما يدخل في النهضه الاقتصاديه اللي دخلها العالم كامل، وعن التعنت وعن المسائل وعن جر المشاكل عنها ما تودي للبلدان، ما هو للتحطيم، ما هو للمسائل ما هي طبيعيه، المسائل اللي ما يستفاد منها الانسان. هذا احترام لأخوتنا الجزائريين واحترام لأخوتنا الافارقه كاملين. عن نتمناو من الله عن بلداننا كاملين يعودوا فاتحين بلد واحد ليد في ليد. انا نتنافس معاك اللافشي صالح، نتنافس معاك في التجاره، نتنافس معاك في العطاء، وهذا نطلب من جميع الدول الافريقيه عنها تفرض الفيزا. بها الفيزا هذاك مدخول للمواطن، مدخول للصندوق ديال الدوله، مدخول الامتاع ديال المواطن في دولته، ولا منحه لحد تنعطى لحد وما تنعطى لحد. ليك دوله اي لقاش داخلها يدخل بالفيزا باش تستفاد منها الدوله ويستفاد منها المواطن. لا ميزون فيراري، شوف الفيراري، شوف فيراري، شوف وصلت تحسب انت خدمتها الفيراري نوضين الفيراري هذا زانقه وصاي زي امبورتاتور تاع فيراري. الاخ الجزائري يظهر عنه، الاخ الجزائري يظهر عنه ساكن في اوروبا وساكن في فرنسا وشايف اوروبا، شايف اوروبا متطوره وشايف فرنسا متطوره، ولا هو باغي بلداننا نحن الافارقه تتطور، ولا هو باغي الجزائر تتطور، ولا هو باغي تونس تتطور، ولا هو باغي موريتانيا تتطور، ولا هو باغي المغرب يتطور، ولا هو باغي القاره الافريقيه. هذو المستعمرين اللي ساكنين في اوروبا واللي ساكنين في فرنسا واللي ساكنين عن خارج لا فرنسا، اليوم قالت لهم افريقيا وقال لهم الشعب الافريقي وقالت لهم الامه الافريقيه عنا نحن نقدروا نتحداو اوروبا، نقدروا نتحداو امريكا بجهودنا ببناءاتنا لبلداننا وبتضامننا. هذا هو. خلونا من افكار الاستعمار، خلونا من المستعمرين اللي مشاو وعمروا عند الاستعمار وشايفين لا بناءات ديال الاستعمار وشايفين تقدم ديال الاستعمار وشايفين الفيزا ديال الاستعمار وشايفين المسائل مبنيه في الاستعمار، ويجوا نحن يخلصونا بالعين الصغيره، يخلصوا بلدانهم ويخلصوا اخوتهم ويخلصوا اخواتهم. عندنا دول متخلفه اليوم 2024 منعت افريقيا من العالم كامل عنها من التطور. التطور بغيناه للجزائر، تطور بغيناه لتونس، تطور بغيناه لليبيا، تطور بغيناه لموريتانيا، تطور بغيناه للسنغال، بغيناه لدول افريقيا كامله من شمالها الى جنوبها. هذا هو يبحث عنه الانسان الافريقي، هذا هو طموح الانسان الافريقي، هذا طموح الحكام الاصليين اللي يبغوا شعوبهم واللي يبغوا شعوبهم عنها تتقدم لقدام البناء والتنميه والتقدم. كفاء من الاستعمار الذهني، كفاء من التوحد، مرض التوحد الفكري، مرض التوحد بالافكار الاوروبيه، مرض التوحد بالبناء الدول الاوروبيه. نحن اليوم بناء دولنا، بناء قارتنا الافريقيه بصمودنا، بصمود اولادنا، بطاقات اولادنا، بجهودهم، بجهود ابناتنا، بدبلوماسيين، بدكاترنا في جميع دول افريقيا. لا فرقه لحد من افريقيا اليوم. افريقيا اليوم مستعده للبناء، مستعده باولادها بامناتها، لا للافكار الاستعمار، لا لافكار للتطور. افريقيا مستقله، افريقيا مستقله من الافكار الاستعماريه، افريقيا مستقله من تنقيل ثرواتها الشور المستعمر من عملاء المستعمر في كل بلد. اليوم مات وقتكم، اليوم ارجعوا للنهضه، ارجعوا لبلدانكم، سامحوا مع اهلياتكم، سامحوا مع بلدانكم. والو سيدي احمد راح تعطش صاحبي ومازال المغرب بعيد صاحبي. بارك الله فيك اخويا، نحيوك على نحن اليوم الى نشوفوا الجزائر متقدمه فيها مشاريع كبيره ما عطشنا، الى نشوفوا تونس فيها مشاريع كبرى ما عطشنا، نشوفوا المغرب في مشاريع كبرى ما عطشنا، نشوفوا موريتانيا فيها مشاريع كبيره ما عطشنا، نشوفوا الدول متقدمه، نشوفوا الشعوب تتقدم لقدام. وكفانا من الاملاءات الخاويه اللي ما هي مزيشي لشعوبنا. هذا ما معطشنا، هذا مفرحنا. واليوم الحمد لله نحن في الشهر الكريم، شهر الخير. الله قارتنا يمتنها بالخير، يمتنها بالسلم، يمتنها بالسلام، يمتنها بالوئام، يمتنها بالحب وبالتضامن. قولوا امين. السلام عليكم. قادر شوف اخويا، غادي ندخل لك لواحد التونيل فيه 2 كيلومتر، اكبر تونيل في الجزائر اللي كاين. نعم سيدي في افريقيا. هو تفرج فيه دابا في افريقيا، جاي في جنوب افريقيا وزاوج في الجزائر. لا كاينه واحد الحاجه ثارها الاخ احمد فقط كدار فعلا.
اليوم انا كنت سالت بعض الموظفين على قضيه التاشيره بين المغرب وموريتانيا، قال لي يا اخي لا احنا ولا هما بغاو، قال لي ما ندخلوا، يعني ان لو بيدجي فونكسيونمون للسفارات يدخل من ثمن التاشيره في السفارتين يعني، وبالتالي يعني وين المشكل كيف؟ ابي طالب خلينا من التاشيره. اسبانيا لما تفرضش عليه التاشيره باش الفونكسيونمون تاع السفارات اللي تنقام بالدولار وبالاورو والثمن تاعها غالي في اوروبا، الفرنسيين هم اكثر شعب زياره للمغرب، على ما تفرضش عليه التاشيره لكي السفاره تاعك حلال الشيطان. يعني فرنسا هو اول جنسيه تدخل المغرب من ناحيه عدد السواح، تدخل بدون تاشيره على كل حال. انا على بالي انا فرنسي. اسمعني نقول لك حنا دوله عاقله، دوله براغماتيه. عاقله علاش ماشي عاقلين مع موريتانيا؟ فرنسا ولا المانيا هادو ناس يجيبوا لنا العمله الصعبه، محتاجين حنا دوله. هذه هي موريتانيا ما تجيبش العمله الصعبه، دير لها التاشيره. اذا شوف حبيبي، شوف تفرج تجاوب على روحك. اذا موريتانيا خليني نكمل هضرتي، خليني يعني نتفرج شوف غادي انت مازال خالعك تونال وبون وفيراري تاع ايطاليا. شوف اخويا، شوف عرفتي شحال فيراري هناك من هنا جاي بدا كمل التونال هذا، كمل قدام لا يبدا التونال تاعك. معلومات قيمه. اسمع شحال من فيراري تباع. خليني نهضر، ما تداوش عليا الديكتاتوريه نور الدين، ما ديرليش واسمعني نعطيك معلومه حتى تعجبك انا تعجبني نفيدك. الحاجه الوحيده اللي ما استفدتش من المغاربه هو ادب الحوار. ما يستفتش يا الشيطان، واش ادب الحوار شفناكم؟ ما شفناش المغرب، ما شفناش تعلمتي منا بزاف الاشياء يا ودي. شفناش لا مارينا. شوف لا مارينا دو كازابلانكا. شوف خليني نكمل الهضره. معليش خليني نكمل الهضره. السنه الماضيه في المغرب تباعت 48. يا نور الدين الله خليني نهضر الهضره، خليني رانا نشوف والناس تشوف. ماشي المهم كادر، على بالي انتم عندكم كادر، هو الرجل المقدس. المهم ماشي كادر، المهم المتفرجين يشوفوا. انا تحترمك رغم انك تقاطعني دائما، ولكن خلي الناس 1200 راهم يشوفوا. خليك هذا يدير الكلمه 1200 راهم يشوفوا. ما شاء الله شوف لا مارينا، شوف تفرج ندخلوا دابا التونال. هذا هنا نكون عيني كون خرجت ولا كون نزلت راني هنا وقاعد. الكلمه تاعي محمد، خلينا ندير الكلمه تاعي. تفضل الكلمه تاعي. شوف الاخ نجاوبوا في الصباح تاع الصح ماشي الاخر. انا غوز ان شاء الله نطقت 76. شوف انت تكلمت على الشاحنات اللي وراهم ابي طالب في الحدود المغربيه الموريتانيه، وبالطبع انا نقول لك باللي عدد الشاحنات المغربيه اكبر بكثير من الشاحنات الجزائريه اللي تفوت في الحدود. انت راك سقسيت هذا السؤال، قلت لي نروحوا للمعبر ونشوفوا شحال في الشاحنات الجزائريه. انا نقول لك الاخر، ولكن ربما الجزائر اثرت عليكم وليتوا تشوفوا، لان انتم الواجهه تاعكم المنفذ الوحيد البري مع افريقيا هو فيه 15 متر، هي هذيك الطريق. انت تحسب عدد الشاحنات، بس راكم نقارنوا بلد الجزائر مع بلد المغرب. الا تحسب الشاحنات اللي تفوت لموريتانيا والمالي والنيجر وتونس وليبيا، خليني نهضر نودين الله يهديك. لو تحسب الشاحنات الجزائريه ولا الموريتانيه اخرى اللي تفوت من الجزائر للخمس دول هذه، يعني تتجاوزك بكثير. انت تقعد تشوف غير موريتانيا لانك عندك غير موريتانيا. تعرف هذيك القصه تاع واحد شاف فار ثم حكمها العمى مسكين، ولو الحيوان اللي يقول لا، يقول له ما شفتوش الفار، فاهم؟ يقولوا لا الجمل، يقولوا وين تبان الفار. انت عندك غير هذيك، انت عندك المنفذ الوحيد. والجزائر انا نقول لك بكل صراحه السياسه في النظام الجزائري يحاولون منافستك. عجبتك الكلمه منافستك لكنك انت صح. المبادلات التجاريه وكل شيء كبرى عندكم، انتم ما عندكمش اللي عندنا. هذا مكان. السلام عليكم. زوادي تقسمها مالي، انت راك دايخ اصاحبي، انت رمضان اثر عليك. نكمل ما قطعتكش انا، خليتك تقول نابوت كوا دين زواتي في الجزائر تقسمها مالي. نو انا خليتك تساليتي الحدود مع تين نابوت كوا صاحبي، ما كاينش يعطينا حاجه. ممكن تخليني نكمل. الناس شافوا الشاحنات لا من ناحيه النوعيه. موريتانيا الدار البيضاء قسموها موريتانيا. شوف خلينا السي قادر كنسالي ادب الحوار راه مهم، راه خاصك سمعت لك انا يسمع ليا. راه لا من ناحيه العدد ومن ناحيه النوعيه ديال الشاحنات
ما غاديش تلقى شي بلاصه بحال الكركارات، واخا تدور على الحدود بالالاف الكيلومترات ديال الجزائر كلها. حنا شفنا الفيديوهات ديال شاحنات من الحرب العالميه الثانيه غارقه في الرمله، هذا هو اللي شفنا في الفيديوهات. الا عندك انت شي فيديوهات اخرين عطيهم لينا نشوفوهم، هذا هو اللي كنشوفهم. الشاحنات لا من ناحيه النوعيه ولا من ناحيه العدد، هذاك المعبر ديال الكركارات هو بطبيعه الحال شرايين ديال المغرب، وغادي يجيو معابر اخرى. يعني انت دائما كتحاول بغيتي تقلب باش ما كان على واحد وين العطر. الجغرافيا تاعهم المعابر الاخرى هادو الله يحفظك اللي غادي يجوا قلنا شوف كيفاش بالويفي في السماء في كيفاش بالويفي غادي تفاجئ كما تفاجئتوا في 2020 بالمعبر ديال الكركارات. شويه الخريطه الجغرافيا غير قول لنا شويه. واش ممكن تخليني نتسالي ولا غتبقى تفتح عليا؟ هذا منطقيه ما نقدرش نكذبوا انا على نخليك تتسالي، انا غنخليك تتسالي الهضره. شنو قال هو؟ نخليك تتسالي الهضره انت باش نكونوا واضحين. كادر شنو قال هو؟ قال لك المبادئ، قال لك كاين معابر اخرى راهي جايه. اين؟ قلت له اين؟ قال لك ما غير هكا غير وين اين ما كاش اين لا شوف كاين معبر لا يفتح مع الجزائر، كاين معبر لا يفتح مع الجزائر ومع تونس، تفتحوا المعابر وتعرفوا حجم المبادلات التجاريه اللي تدخل شغلكم. احنا ما مخفين مع حد شيء. يصبر شنو اي معبر نفتح له نخدموا معاه بكل جداره وبكل حريه وبكل عطاء وبكل خوه وبكل كرامه. هذا هو اللي بغينا. اما هذيك اللي الخاويه افتحوا الحدود وشوفوا نحن وزننا شنو وعطائنا شنو. اليوم كاع حكما عن فتحة الحدود، الساعة اللي عين تبون سفراء وقنصليين في المملكة المغربية قطعا هذا القنصليين اللي تعاقبهم ان شاء الله تفتح الحدود. أنا إخواني الكرام أنا وصلت لمحطة قطار الميناء. كما تعلمون دار البيضاء فيه محطة ميناء دار البيضاء ومحطة المسافرين، والآن أدخل في هذا الإنجاز العظيم. شوفوا من حول المحطة فنادق، شوفوا يا أخواني الكرام، سبحان الله، الله أكبر. هذا هو اللي بغينا نحن خوتنا الافارقه كاملين عنهم يخدموا بلدانهم، يعودوا عندهم تنافس حر في بلدانهم باش يعودوا عندهم رؤيه واضحه. ما نقد نتمنى واحد في بلد قابل شي من الصراعات الخاويه ندعم شي من الروايات اللي ما هي طبيعيه، نخبط ميزانيه دولتي ونخبط امكانيات دولتي في الفيافي. وهذا هو اللي فعله النظام الجزائري سمحه الله، قبض الاموال ديال الجزائريين وتم يمول بها الجماعات ويمول بها الناس اللي دور شي من الروايات اللي ما هي طبيعيه.